أصبح الملك لله، لا إله إلا الله. يسعد صباحكم إخواننا وأصحابنا، الله يعطيكم العافية ويعطينا إن شاء الله بإذن الله كل ما نتمناه. يلا اطلع يا معلم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هاي الفراخ بس، هاي الحمام لسه ما انباعت. قلنا لكم حمام صاحبي هاي لسه ما انباعت. اليهودي مش منها والحردون مش منها، هذولا ما انباعت لسه. اللي بده اياهم يتواصل معي على رقم 0787375070. بدنا منكم اخوان اول ايش البداية، اول ما تفوت على الفيديو تحط لنا لايك لو سمحت. وين علت العلف؟ لايك لو سمحت. نعطيهن شوية علف يعني غير نريقهن. شبعنات ترى، امبارح شبعتهن انا، هسه عشان شبعتهن ايش يا معلم حيحط لنا حمام وحنصير ايش يا معلم نترجى فيهن يحطن. انا هيك بتهيألي، ما بعرفش ليش انا هيك بحس. لما يكون مشبع الفراخ بنزل عندي حمام كثير. ايه فراخ او حمام كبيرة اذا بكون مشبعها صح زي هيك بصير معي. فهينا بدنا نشوف الوضع كيف. ايش هذا الحط؟ والله فكرت من اولها نزل عندنا صيد. ايش يا معلم ما لنا يا بابا، ايش يا غالي؟ لسه بنقول يا هادي، قاعدين نقول صباح الخير. اطلع محل البندوق الاسود. يلا تعال اطلع، يعني انت بدك تكون عزيز اكثر من اللي راح. تعال شبعان كمان كثير. روح انت بدك تكون يعني اغلى من اللي راح. وينه بس؟ هو شكله راح يعني. لا هيو. طبعا الجو بارد، لابس بلوزة نص كم وخفيفة كمان. هي ورقة في الفراخ، هاي آخر الفراخ. ما شاء الله الفراخ اليوم صحصح، ناوي تطلع من الحارة. طبعا هاي الفراخ بس، هاي كليتها فراخ. لسه في فراخ ما طلعتها معها. زي ايش؟ اتوقع في فرخ او فرخين، فرخ يمكن. ايش ضايل؟ ما طلعش. اللي ما طلعش المعلم الطبشيري، وعندنا هذا لسه ما طلعش اللي مسود. اليهودي زي ما قلت لكم انا كنت خايف انه يضيع وضاع. طلعت له على الظهر امبارح الصبح، ما انت شفتوه ما رضيش يحبس، وحاولت امسكه ما رضيش. المهم شرد. طلعت على الظهر لقيته على السطح، كشيته وحاولت امسكه، ضليتني اكشكش فيه واحاول امسكه وما زبطش. قلت ما دام ضليتني اكشكش فيه كل هالكش هذا وما شردش معناته حيقعد. نزلت طلعت له ايه متاع الساعه 6 ونص. طلعت ما لقيت اليهودي ولا في كل الحاره، ولا بين لا بسما ولا فار. اليهودي راح. ضل ايش اللي مسود. هسه احنا عندنا اللي مسود نطار، عندنا هدول ضايل نكرشهن ان شاء الله. نكرش هذا ونكرش هذا باذن الله تعالى. الهومرات هذول الطواير، واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ستة سبعة. هينا 7 طواير. طيب وين الحمام؟ هي راح تطلع من الحارة اليوم، راح تطلع عن جد. هي مشكلة عندي بالصفيرة، لو تطلع صح الصفيرة في أصبعين يا سلام، بيد واحدة يعني سوري. شوف بدها تطلع الحمام. لا اليوم ناوية تطلع من الحارة. فإحنا ضيعنا اليهودي. فعنوان الحلقة ضيعنا فرخ. لما تفوت تحكي أبو يوسف قالنا عنوان الحلقة ضيعنا فرخ. فشو بده يكون الفرخ يا ترى؟ شو بده يكون الفرخ يا ترى؟ فأنت عيد إيش بدك تعرف لحالك.
هاي الفراخ تلعب غاد، ملناش فيها مدامها طايرة منيح. هاي طيرة حلوة، وجهها حلو. انت عارف لحالك عاد انه اكيد انتوا حتعرفوا، الاغلبية اكيد هيعرفوا انه اليهودي ضاع. ليش؟ لانه امبارح انا قايل لهم اصلا. صباح الخير، كيف الحال؟ يلا هانت قرب اخلص البروك، صير نطلعكم الصبح، صير نطلع نفطر مع بعض. كويس طبشيري. وين فراخنا؟ هيها. بندوق فيها هي صلاة النبي الله يبارك. بندوق يعني تقريبا خلص لبد، يعني بقى خلص كم، يعني اليوم اذا بضلوا معي طول اليوم على السطح ما بضيع، ما بفقده، خلص تضمنوا على السطح على طول. لانه خلص لو بده يشرد، لو بده يضيع كان ضاع امبارح مثلا، لان انا امبارح فتحت عليه بعد ما خلصنا كش وسبته دشر طول اليوم. فاحنا بنستبعد موضوع انه البندوق يروح مكان يضيع يفقد او اشي. راح نطلع ايش كبس نخلص تطير كش والحكي هذا كله، راح نطلع اللي مسود الاصفر كمان ان شاء الله. اذا لبد اليوم المسود الاصفر ضله لابد عندي، خلاص بتضمنوا يا معلم انه ما راح يروح مكان ان شاء الله. بتسيبه تفلت الصبح عاد مع الفراخ بتسيبه. بعدين لازم انا افضي حالي اصلا للفرخين الهومرات هدول يعني كمان. بدناش نضلنا ملتهيين في البندوق كل يوم، خايفين على البندوق، خايفين على المسود، لا خلص احنا ايش بنعمل؟ بنكش على طول. البندوق طار خلص اموره طيبه، اللي مسود طار وضاع الله معه، بداش تستنى عليه، اللي قاعد. يلا روحي ايوه. تقلب تحت، عاد ما بدي اياها تحت انا والله، ما بدي ممشاها تحت، بس خلص هي بتمشي بكيفها. بس انا زي ما قلت لكم تمشي في الاتجاه يلي كاشفه فيه الدار اكثر. لو مشت في الاتجاه هذا وبطلت تشوف الدار حتخاف. هي زي ما بيحكوها، كيف اللي بسبح طول ما هو ماسك مثلا بايدك بضله متشجع، فلت ايدك بخاف. نفس الاشي هذا زي البسبح مثلا، نجيبها مثال تاني على زي البسبح، طول ما هو ماشي وماسك طفطاف المسبح زي هيك تلقاه مأمن وبنزل وبغطس وبطلع، بس بضله ماسك ايش؟ اطراف المسبح. لما يبعد شوية بتلقاه بصير يفعط، وهذا نفس الاشي. ايش هذا؟ بلدي هذا. شوف وين بتروح. فهي مبسوطة انها بتبعد هيك، بس بنفس الوقت شايفة البيت، هذا اللي مخليها تبعد من المنطقة هاي. هناك لمرحلة معينة بتبطل تشوف البيت، هنا لمرحلة معينة بتبطل تشوف البيت. هنا لو بتصل شارع المية، شوف تصل شارع المية، المطار، نواحي المطار كمان بتصل وهي لسه كاشفة البيت عندي. بس هيك مش ممشي فراخ ولا ممشي حمام، ولا عمره حمامي مشت هيك. وين فراخي انا؟ ضاعت. هاي راحت هيك واجت هي. يا رب الدباني ما يعمل الحركة تبعت امبارح بس يخرب علينا. اي لو في سفيحتين ثلاثة يا بغي، لو في سفيح. يعني قلتها وبرجع بقولها المعلومة، الحمام بشكل عام او الفراخ بالذات، اي اشي غريب تنفزع منه، خصوصا اذا ما عمرها شافته. يعني زي التروبلاي اذا بتزتها عليها الحمام ممكن تنهبل. ليش؟ لانه ما عمرها شافت هذا الاشي. بينما الحمام القوية لو زدت عليها التوربلاي بتكون عارفيتها، رغم انه عارفيتها بتخاف. ما بالك لو كانت فراخ، هاي تطلع هيها
اي بس 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 بس. بس بس. بس بس بس. الاشعل فيها ولا لا؟ كله فيها. يا الله. ابو جود برن ابو جود. اي تحياتنا لابو جود على الصبحيات. لولا ابو جود بصحاش انا الصبح ترى، ديروا بالكم. بصحاش من النوم لولا ابو جود. هو بضل يصحيني. يعني انا امبارح نايم متاخر، ما بديش اصحى، ما بدي اصحى، ضلوا يرن علي عبال ما صحاني خاوه. اي طبعا الساعه هسه ترى صحاني على 6، وهسه الساعه 6:24. فصل الفيديو بالغلط، ما كنت بدي ارد على ابو جود اني بصور، سبحان الله لحاله فتح خط عليه. قلت بس اخلص تصوير بصور عشان ما اقطعش الفيديو واضطر افوته على المونتاج. ترى انا بنزل لكم الفيديوهات هذه تبعت القناه هاي بنزلها بدون مونتاج، على السريع هيك بنزلت لك الفيديو على السريع، لانه ايش بحب اسحب المعلومه على طول. طبعا يا اخوان في ناس بيسالني على قناتي الثانيه يوميات تحميماتي، الفرق بين العمري والبوز، الفرق بين العنابي والمكه، والفرق هذا الحكي كله انا حكيه على القناه هاي. فخذ لك لفه في القناه بتعرف شو ما بدك. واذا بدكم اسئله اسال اسئلتك شو ما كانت قويه. اذا شفت سؤالك محرز تجاوب عليه وراح يفيد الناس، ثاني يوم تلقاني بحلقه نازل لك عامل لك موضوع عن الحلقه، او سوري عامل لك حلقه عن الموضوع تبعك ثاني يوم على طول. طبعا الفراخ هي بتطلع قاعده صلاه النبي، هذا الهور نستنى فيه فارغ الصبر، بستنى فيه يطلع. هذول لسه، هذول ابصر شو مالهم، بعض مره واحده ووقفن. انا هي عندهم بيض وعندهم فرخ صلاه النبي الله يبارك. هذول زي ما قلنا لكم تركيب جديد لسه ما اخذنش بعض، هذول تركيب جديد لسه ما اخذنش بعض، هذول لساتهم بقولن يا هادي. وعندنا هذول كمان تركيب جديد لسه ما اخذن بعض. شو بعمل انا؟ ببدل بيناتهم بالتنك، يعني هذول طول الليل للصبح وهذول طول الصبح لليل، وزي هيك. اليوم يا اخوان بلدي حتى ما خلطش معي. شوف بلدي ما خلط معي. وين الفراخ؟ هي تحت راحت صلاة النبي. طبعا زي ما قلنا لكم كمان، يعني كمان تأكيد لمعلومتي، أنا لسه قاعد بحكي مع بجود والله عن موضوع الفراخ بلشت تمشي، بس تمشي وين؟ تمشي في الأماكن الفاضية. بقول لي الفراخ بتحب الفضاء، بتحبش تطير عند البيوت، بتخاف من البيوت. وأنا شايف تفسيره منطقي كمان للأمانة بالحكي هذا. بس إيش، أنا زمان ما لوحت لهم باللويحة هاي، كنت ألوح لهم فيها أول ما كرشتهن. خلينا نشوف شو راح يعملوا بس يرجعوا علينا. هي إنها رجعت، شوف. هي هي بس بس بس. هي بس. البندوق والدبانة بلشوا ايش يقولوا لك؟ احنا مش معك، مش راح نقدر نكمل معك. الدبانة والبندوق، امبارح الدبانة وقع هناك قعد ربع ساعة بدريش عنه، خايف يعيدها اليوم. اذا عادها اليوم اعتبروا ايش؟ تعلم المفسد. عاد لو يخلط فيها كم من بلدي هسه وقتها يخلط فيها، يمسك معها ويصير يرادح ويطلع فيها. مثلا يطلع فيها هيك، يطلع هيك، يرادح لها عشان ياخذها، يطلع فيها، يبعد فيها شوي شوي، الحمام تبعد. بس برضو انا مش مستعجل عم امشي عشان تكونوا عارفين يا اخوان، انا ما بمشي هسه. هيها قلبت تحت راحت صلاة النبي، تروح باتجاه الشمس قاعدة. طيب ليش تختاري المكان مشمس؟
خايفين من الكيس. بس حلو ممشاهن حلو يعني، ماشي حاله مقبول. يبقى روحي. كفراخ قاعدة بتفتح نفس وبتفتح طريق كثير منيح. ديروا بالكم مع الطواير مش محن كمان، ممكن لو محن الطواير يختلف ممشاهن عشان تكونوا عارفين. هيا جانا طير. ها ايش هذا؟ بري. بري جاي الفضي زي الفضيات هدول. هاي الطيرة اللي عملنا لها جهاز تبع خلع الولادة. هي هيك لها 3-4 أيام هيك. إن شاء الله بكرة أو بعده بفكه منها وبشوف كيف رجليها. إذا في تحسن بكمل، ما فيش تحسن بشيله، لأنه بكون أصلا عظمها خلص تعود على إنها تضلها هيك. فهينا بنحاول منه بنفس الوقت إيش بنعمل؟ هينا إيش حاطهم مع بعض عشان يخدم بعض. هذا رجع عينه ورمت. هيها أنا نعطيه دواء، بدنا نعطيه دواء. هيدا إن شاء الله. طلع الهومرات والكشامرة والزواجل والشخاشلة والطباشرة والنوريات. طلعات سايقات طالعين على الشغل. هينا بلديات طلعت على الشغل. طلع في بلدي متأخر. الحق الباص. اي هيك الباص راح هيك. الحقوا بسرعة. هاي في واحد معنا جانا. لا هذا الدباني تعب. الدباني تعب. بديش اياه يفسد بالمرة يا اخوان. هسه عشان ما يفسد شو راح اعمل معه؟ اذا شفته خلص بلش يتخوط بطلع له الطباشير الاسود. ليش؟ عشان يا اخوان ما يفسد. تعي لو بضطر اني احطته بس ما يفسد. تعي فرخ كرش جديد يعني كمان برضو مش زي ما بدك جناحه. انا مطيرهم من الساعة بعرفش نسيت من اين. طلع الدباني كفلت. هيك لازم نعمل الحركة هاي. اذا مش الدباني نطلع الفرخين هدول. مسود الاصفر اطلع يا زلمة. وين يعني بدك تضيع؟ الله معك. طباشيري هومر. اطلع هومر الثاني اطلع العب. يلا ايوه شاطرين. ما بدي المسود وينه؟ فهز. لا ايوه اطلع الرفس. اطلع يا عمو. بديش الدباني يا اخواني يروح يفسد اهم اشي. عرفش اذا لسه معي ولا لا. تعي دباني وينه؟ تعي. فلت مش مبين. ان شاء الله يا رب يكون موجود. تعي ما بدي اياه يفسد يا اخوان. عادي لو عادي بحطط الحمام كلها عشانه. لا والله لا. وينه؟ هيو طاير كويس. عادي ما عنديش مشكلة احطط الحمام كلها عشانه في سبيل انه ما يفسد. بس ما يفسد. يلا معلم. طلع الهومر صلاة النبي الله يبارك. انا هذا بدي الهومر تعرفوا يومين بس يطلع الرفس زي هيك. يومين تلقاه مكروش، خصوصا انه معهم مش اشي مش مكروش كله. ايش مالك انت؟ كنت تطير امبارح. شو اللي غيرك؟ تعي يلا هيك بكفيك. بريحه 10 دقايق عشان ما يفسد وبرجع ايش اعطيه الراس ان شاء الله. تعي ايوه. مشكلة يا اخوان انا ليش خايف على الدباني؟ لانه اذا علم المفسد هذاك وفسد عليه زي ما عمل امبارح خلاص انسى انه ينسى. احنا بالعافية نسينا المفسد هذا. تعي حط. هذا مش مشكلة هذا. يلا وينه؟ علمين احنا بدنا نحطط الدباني يعني. اذا بدكوش تحطوا انتم ما تحطوش. ما شاء الله البندوق الاسود عن جد اللي كارشه والله كريش. والله اللي جارده كريش.
يعني اقول لك والله اذا انك زعلان على البندوق، اذا انك بتتابعني يلي صادل لك اياه محمد البندوق، اذا انك بتتابعني وزعلان على البندوق والله انك كريش. هاي الدباني. طب حط يا زلمه. الحمام حطته، هو لسه ما حطش الدباني. والله لو بعرف انك راح تعمل هيك ما حطتك. هي بس ما بدي اخربه. الدباني حلو فحل، واحنا بندير بالنا على الاشي الحلو ويكون فحل يعني. تعي 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 تعي. يلا يلا. الله ينازل بلاهت حرام يعني. منيح ان حطتناه. انت مصور الاصفر يا حبيبي، انت كنت تطير امبارح والله. هذا نسي ضيع الداتا تبعت الطيران. هاي الدباني حاطط كويس. بندوق الاسود حاط. هاي الهومر، شوف فرخ الهومر صلاة النبي. بس هذا ما بتقدر تنكشه هسه وتتخوت عليه. هذا ما بتقدر تنكشه حبيبي. زبط لي وضعك. الفوكس يا معلم. فوكس ابو الشنن عندي. الاضاءة عندي زبالة. الفوكس التركيز. هي واضحة ولا انا اللي مش شايف؟ طبعا اذا بتنكش نكشة صغيرة ممكن يفز، واذا فز ممكن يقع، واذا وقع الله بعوض. على العموم اخوان حبايبي، هاي نهاية حلقتنا اليوم. الله يعطيكم العافية ونشوفكم على خير ان شاء الله. بكرة فيديو يكون يعني على الاقل انحطت بلدي. السلام عليكم.